في الحقن المجهري مش دايما 1+1=2، ممكن 1+1=3، وممكن 1+1=0. يعني ايه؟ طبعا هو كل شيء في الاول وفي الاخر بيد ربنا سبحانه وتعالى، وطلاقه القدره الالهيه هي اكبر متحكم في اي حاجه في حياتنا كلنا. اللي انا اقصده هنا انه ممكن يكون في بنت صغيره سنها صغير عشرينات واجنتها ممتازه، تحليل الزوج كويس، طنط الرحم ممتازه وما يحصلش حمل. نلاقي سيده سنها اربعينات بطنط الرحم مش احسن حاجه، جوده الاجنه مش احسن حاجه، بيحصل حمل. طبعا موضوع طلاقه القدره الالهيه دي حاجه منتهيه، احنا كلنا عارفين ان الموضوع كله بكون فيكون باذن الله سبحانه وتعالى. انما هنا في حاجه تانية عاوزين نقولها، انه علميا مش كل حاجه بنقدر نشوفها. يعني احنا في حاجات بنقدر نشوفها وفي حاجات ما نقدرش نشوفها. بنقدر نشوف بطنط الرحم سمكها اخباره ايه، جودتها اخبارها ايه، بنقدر نعمل تحاليل هرمونات مثلا للمريضه نطمن عليها، بنقدر نشوف جوده الاجنه كويسه ولا لا، بنقدر نحدد الموعد اللي هننقل فيه بحيث يكون في توافق ما بين بطنط الرحم والاجنه اللي بتكبر، بنقدر نطمن على تحليل الزوج، بنقدر يعني في عوامل كتير بنقدر نشوفها. انما في عوامل كتير في الحقن المجهري للاسف ما بنقدرش نشوفها. احنا عندنا اجنه كويسه نقلناها على تجويف رحم كويس وبعد كده ما حصلش حمل، واجنه جودتها مش احسن حاجه نقلناها على بطانه رحم مش احسن حاجه وحصل حمل. في حاجات كتير احنا ما نقدرش نشوفها بعينينا او نقيمها، لكن احنا لينا الحاجه اللي قدامنا اللي احنا مقيمينها، ان احنا بنتعامل معاها علشان نعمل بيها سكور ونقول ان المريضه دي فرصها عاليه، المريضه دي فرصها قليله. لكن ولا المريضه اللي فرصها قليله فرصها صفر، ولا المريضه اللي فرصها عاليه فرصها 100%.